السلام عليكم. يلا بينا هنعمل النهاردة شوية حلو وأفكار هتنفعك في مطبخك وفي حياتك. نبدأ بسم الله مع أول فكرة هتنفعك جدا في الشتاء، لأن الشتاء طبعا داخل علينا وكل المسكرة بتاعتنا بتكون نشفت، وتيجي تحط منها مع إنك لو لسه شاريها جديدة بتلاقيها ناشفة. طب إيه الحل؟ هتجيبي كوباية تحطي فيها شوية مية بتغلي، تكون مية سخنة جدا، وتبدأي إن انت تحطي فيها المسكرة او اي حاجة عندك سايلة بتنشف برضو بالشكل ده. حطيها هتلاقي المسكرة رجعت معاكي زي ما انت شايفة كده، كأنك لسه شارياها فعلا. بترجع السوائل جوه المسكرة زي ما انت شفتي كده. يلا بينا نخش على الفكرة اللي بعد كده. لو عندك المقصات والسكاكين كلها مصدية بالشكل اللي انت شايفاها كده، عليه صدى، ومكان ما احنا بنفتح ونقفل كده بيبقى عليه صدى كمان، هتجيبي كل المقصات اللي عندك وهتعمليها بالفكرة دي وهتلاقيها تنجح معاكي. هتجيبي طماطمايه وهنقطعها نصين، وتبدأي ان انت تمشي بيها على السن بتاع المقص. هتلاقي شال كل الصدى. الطماطم طبعا الاحماض اللي فيها هتشلك الصدى اللي موجودة على المقص بقى او السكينه، هترجعه كانك لسه شارياه جديد. وكمان هيبدا يقص معاكي حلو جدا، لانك طبعا هتكوني شلت اي صدى عليه زي ما انت شايفه كده، رجع كانه جديد بيلمع لسه شارياه. شايفه؟ طبعا بعد ما تخلصي الطريقه دي او الخطوه دي هتبداي ان انت تروحي تغسليه، بس هتلاقيه بالشكل ده هو لمع معاكي ورجع كانك لسه شارياه. فكرة سهلة جدا وبسيطة. نص طماطمية هتقضيلك على كل الصدى اللي موجود على المقصات او السكاكين اللي عندك. الفكرة اللي بعد كده ودي سهلة جدا وبسيطة برضو، الفرش بتاعتنا واحنا بنستعملها طبعا بيبقى عليها رصيد مسوس او اكل من اللي بيبقى موجود في بقنا، وطبعا المية وانت بتغسليها بعد ما بتخلصي ما بتبقاش برضو صالحة للاستخدام 100%. هتجيبي برضو شوية مية سخنين جدا، وتبدأي ان انت تحطي فيها الفرش بالشكل ده وتبدأي تستخدميها تاني. ولو الفرشة السنون بتاعتها تنت او جرالها اي حاجة، المية السخنة هترجع لك السنون كأنك لسه شارية، وتبدأي ان انت تغسلي بيها تاني عادي جدا، زي تعقيم كده للفرش علشان خاطر انت بتغسلي بيها اسنانك والسوس اللي بيبقى في بقك ما تعيديش بيها تكرار كتير. وطبعا بيبقى ليها وقت معين بنغيره فيه. زي ما انت شايفة كده هي رجعت جديدة كأنك لسه طلعوها من العلبة. الفكرة اللي بعد كده للشعر، الوصفة دي سهلة وبسيطة. هتجيبي اي نوع شامبو انتي بتستعمليه لشعرك، وهتبدأي ان انتي تحطي عليها شوية من الخل بقيمة معلقتين خل كده، و3 معالق من المية او شوية مية يعني بقيمة ربع كوباية، حاجة بسيطة جدا. تمام. وتبدأي ان انتي تقلبي الخليط ده مع بعض كده، خل ومية واي نوع شامبو انتي بتستخدميه. وهتجيبي كده تحطيه المحلول ده في بخاخه، وتبداي ان انت ترشيه على فروه شعرك او هتحطيه على منديل كده وتبداي تحطيه على فروه شعرك. الخليط ده بيمنع القشره التساقط وينعم شعرك. حلو جدا، جربيه. زي ما قلتلك كده بينعم الشعر وبيمنع التساقط وكمان بيقضي على القشره اللي موجوده في فروه شعرك. الفكره بقى اللي بعد كده، لو السكينة عندك باردة في الاستخدام ومتقطعش الأكل كويس، هقولك على حل كويس جدا في البيت بيخليها ترجع كأنك لسه شارياها. هتجيبي أي مج عندك يكون صيني أو طبق، تقلبيه كده وتجيبيه من تحت وتحطي عليه حتة من معجون الأسنان، وتبدأي ان انت تمشي عليها سكينة زي ما هتشوفي قدامك كده. هاتي بقى كل السكاكين اللي عندك واعملي الطريقة دي، هتلاقي سكينة بقت حامية ورجعت كأنها جديدة تاني. لو أول مرة تشوفي القناة حطي اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهات.